حبايبي طلاب الجمهورية من أسوان اسكندرية، أهلا بيكم والحصة أو الجزء الأخير من الدرس الأول، الأكسدة والاختزال. تعال فكر كده أو خد معايا مثال بسيط جدا، افهم معايا يعني إيه أكسدة، يعني إيه اختزال بمفهوم عام. لو أنا جيت في حصة مثلا من الحصص وبشرح درس تقيل نوعا ما كده، فحد من صحابك قال لي يا مستر أنا أكسدت. انت فهمت ايه؟ فهمت يا مستر ان كلمة اكسدة معناها ان هو المعلومات عنده في دماغه كده فمش قادر يستوعب اكتر من كده. يبقى احنا كده فهمنا ان كلمة اكسدة معناها الزيادة، اكسدة معناها الزيادة. طب لو انا قلت لك خد الرقم ده اختزله، خد المادة دي اختزلها. اختزلها معناها ايه؟ معناها اختصرها. يبقى الاختزال معناه النقص، يبقى الاكسدة معناها الزيادة والاختزال معناه النقص. يبقى تعالى واحدة واحدة كده معايا خطوة خطوة. يعني ايه اكسدة ويعني ايه اختزال؟ الاكسدة كلمة معناها الزيادة، وهقول لك يعني ايه دلوقتي زيادة ايه بالظبط. والاختزال، الاختزال كلمة معناها النقص. يبقى الاكسده كلمه معناها ايه؟ الزياده. والاختزال كلمه معناها ايه؟ النقص. الاكسده الزياده، اي حاجه تزيد اكسده في الكيمياء عندنا، واي حاجه تقل اختزال، وهفهمك يعني ايه. عندنا مفهومين في الاكسده، مفهوم تقليدي ومفهوم الكتروني او مفهوم حديث. يبقى عندنا كام تعريف؟ تعريفين، تعريف تقليدي وتعريف حديث. التعريف التقليدي ماله بقى؟ قال لي مرتبط بالاكسجين. التعريف الحديث مرتبط بالالكترونات. عندنا واحده واحده. الاكسده معناها والاختزال معناه. الاكسده كلمه معناها ايوه الزياده، والاختزال كلمه معناها النقص. هنفهم دلوقتي نقص مين وزياده مين. التعريف الالكتروني مرتبط بوجود الكترونات. في نقطة مهمة جدا، لو قال لك عرف الأكسدة هتبدأ بكلمة عملية. عرف الاختزال هتبدأ بكلمة عملية. عملية يحدث فيها يا أكسدة يا اختزال. الأكسدة تقليديا عملية كيميائية يحدث فيها زيادة الأكسجين، والاختزال عملية كيميائية يحدث فيها نقص الأكسجين. العامل المؤكسد هي المادة التي تعطي الأكسجين، والعامل المختزل هو المادة التي تنتزع الأكسجين، تاخد أكسجين. بص أنا كده إيدي اليمين ادت القلم لإيدي الشمال، يبقى دي كده أكسدت، ادت، ودي خدت يعني انتزعت، يبقى ده عامل مؤكسد وده عامل مختزل. الاختزال عملية كيميائية يحدث فيها، اكتب معايا كده، نقص نسبة الأكسجين في المادة. نيجي بعد كده العامل المختزل هو المادة التي تنتزع الأكسجين. قول لي كده التعريفات كلها مع بعض يا مستر كده واحدة واحدة. عملية كيميائية يحدث فيها أهم حاجة زيادة الأكسجين. طيب الاختزال يبقى الأكسدة عملية كيميائية يحدث فيها زيادة الأكسجين، والاختزال عملية كيميائية يحدث عملية كيميائية يحدث فيها نقص الأكسجين. طب العامل المؤكسد
المادة التي تعطي الأكسجين. أهي يلا مع بعض. المادة التي تعطي الأكسجين. العامل المختزل المادة التي تنتزع الأكسجين، ده المختزل. المادة التي تنتزع، يبقى المختزل هو إيه تعريفه؟ المادة التي تنتزع من الأكسجين. بص معايا كده المعادلة الجاية دي. ركز معايا. إن إحنا هنشتغل على اللي قبل السهم مش اللي بعد السهم. هتوصل كل حاجة بحبيبها باللي زيها يعني. ركز كده. ادي زد ان هنوصله بزد ان. وادي سي يو هنوصله بسي يو. الزد ان قبل السهم كان زد ان بس. بعد السهم زاد ولا قل؟ زاد. يبقى اذا الزد ان ده حصل له اكسده. يا مستر ليه؟ ما انا لسه قايل لك الاكسده يعني الزياده. طيب اللي يحصل له اكسده يبقى عامل مختزل. العمليه عكس العامل، اللي بيحصل له اكسده عامل مختزل. ليه؟ اصل الزد ان هينزع الاكسجين. طب روح الناحيه الثانيه. بالنسبه للسي اس او 4 كان سي اس او 4 اصبح سيو بس. يبقى المركب ده حصل له ايه؟ حصل له اختزال وهو عامل مؤكسد. ليه؟ علشان ادى الاو لمين؟ من الزد ان. يبقى واحده واحده. بص عشان ما تلخبطش نفسك. انت بص على اللي قبل السهم وعلم معايا. روح كل حاجه بحبيبها. الزد ان مع الزد ان ووصلهم ببعض. الزد ان ده هناك الناحيه الثانيه زاد ولا قل؟ ده كان زد ان بس. الناحيه الثانيه بقى ايه؟ بقى معاه حاجه ثانيه اس او 4. يبقى ده زاد حصل له اكسده. واللي يحصل له اكسده عامل مختزل. اللي جنبه على طول العكس حصل له اختزال وهو عامل مؤكسد. بس خلاص. يبقى انت مالكش دعوه باللي جوه دول، ليه دعوه باللي بره. ده زاد اكسده وعامل مختزل، ده قل اختزال عامل مؤكسد. مثلا ده قل ليه؟ عشان كان سي يو اس او 4 بقى الناحيه الثانيه ايه؟ سي يو بس. يبقى قل، يبقى حصل له اختزال وهو عامل مؤكسد. ده الاكسده الاختزال قديما تقليديا. تعال نتكلم على الاكسده الاختزال بطريقه الكترونيه. تعالى واحده واحده معايا. التعريف الالكتروني، يعني ايه الكتروني؟ قلنا الالكتروني ماله؟ ايوه مرتبط بفقد واكتساب الكترونات. يبقى مرتبط بايه بقى؟ بفقد واكتساب الكترونات. مرتبط بايه؟ الالكتروني مرتبط بفقد واكتساب الكترونات. حلو جدا، ركز معايا. خطوه خطوه. نيجي بعد كده الاكسده. ايوه نعرفها الكترونيا. الاكسده عمليه كيميائيه يحدث فيها فقد الكترونات. بين قوسين كده زيادة الشحنة الموجبة. مستر ثانية واحدة، مش انت قلت في الأول إن الأكسدة معناها الزيادة والاختزال معناه النقص؟ طب جاي تغير كلامك ليه دلوقتي؟ الراجل ما غيرش كلامه. ما أنا ما غيرتش كلامي برضه. ثانية واحدة، ما أنت قلت فقد أهو. فقد معناها نقص يا مستر. لا ثانية واحدة. كلمة فقد اللي كانت معناها زيادة الشحنة الموجبة. لسه قدامك لو فاهم ايه اللي انت بتقوله ده. انت كده بتكروتنا. لا يا حبيبي، بص معايا كده في المثال ده. لو قلت لك ان 11 وزع. تعال نوزع مع بعض زي زمان. ايوه
2 8 1. العنصر ده عشان يدخل تفاعل كيميائي يعمل ايه بقى؟ ايوه صح يا مستر انا فاكر قلنا يفقد الكترون واحد، يفقد المستوى الاخير، فيدينا ايه؟ ان ايه؟ كام 2 8. ايوه اعمل كده قوس موجب واحد. يبقى لما فقد الكترون فالشحنه الموجبه اصبحت اكتر بواحد. يا مستر ليه بقى موجب واحد؟ ثانيه واحده، مش دول 11؟ مين ال 11 دي؟ مجموع البروتونات الموجبه. يبقى هو موجب كام هنا؟ موجب 11. وبقى سالب دول كام؟ سالب 10. مين اكتر؟ الموجب 11 اكتر من السالب ايه؟ 10، عشان فقد ايه؟ فقد الكترون سالب. يبقى اصبحت الشحنه الموجبه اكبر من مين؟ من السالبه. اصبح موجب واحد. يبقى لما حصل اكسده هو فقد الكترونات، بس مين زاد؟ الشحنه الموجبه زادت. يبقى يعني ايه اكسده؟ عمليه كيميائيه يحدث فيها زياده الشحنه الموجبه. عمليه كيميائيه يحدث فيها زياده الشحنه الموجبه. طب الاختزال قال لي تعريفها هي عمليه كيميائيه، نركز مع بعض كده، عمليه كيميائيه يحدث فيها اكتساب الكترونات بين قوسين كده. ايوه فكر نقص الشحنه الموجبه او زياده السالبه، بس انت خليك في الموجبه بس. طب اديني مثال يا مستر. عادي اهو Cl17 وزع كده، خلي بالك 19 دي موجب 17. وزع معايا يلا. 2 8 7. العنصر ده عشان يبقى مستقر لازم المستوى الاخير يبقى 8. حلو، نعمل ايه؟ هتقول لي يا مستر يكتسب الكترون سالب، صح كده؟ يبقى الناحيه الثانيه اصبح ايه؟ Cl كام؟ دول موجب كام؟ موجب 17. بس كام 2 8 8 قوس سالب واحد. يعني الشحنه الموجبه قلت عن الشحنه الايه؟ السالبه، عشان السالب بقى كام؟ بقى 18. يبقى الشحنه الموجبه موجب 17 والشحنه السالبه كام؟ سالب 18. اذا الشحنه الموجبه قلت، يبقى نقص الشحنه الموجبه. يبقى عمليه كيميائيه يحدث فيها نقص الشحنه الموجبه. عمليه كيميائيه يحدث فيها نقص الشحنه الموجبه. العامل المؤكسد هو الماده التي تكتسب الكترون. ما احنا قلنا العمليه عكس العامل. احنا قلنا الاختزال عمليه فيه يحدث فيها ايه؟ اكتساب. الاختزال اكتساب، يبقى المؤكسد عكسها. العامل المؤكسد هو الماده التي تكتسب الكترون. طب العامل المختزل هو الماده التي تفقد الكترون. الماده التي تفقد الكترون او اكثر. بص يا حبيبي كده، اللي يحصل له اكسده يبقى عامل ايه؟ مختزل. واللي يحصل له اختزال يبقى عامل ايه؟ مؤكسد. ايه يا مستر ليه؟ اللي يحصل له، احنا قلنا العمليه عكس العامل. اللي يحصل له اكسده عامل مختزل، اللي يحصل له اختزال عامل مؤكسد. بص معايا كده، يبقى تعال نقولها واحده واحده بالترتيب كده. فقد الكترونات لما يحصل فقد يحصل ايه؟ عمليه ايه؟ يحصل عمليه اكسده، يبقى عامل مختزل. طب لما يحصل اكتساب الكترونات يحصل ايه؟ عمليه اختزال، يبقى عامل مؤكسد.
ده اهم حاجه تعرفها. يبقى لما يحصل فقد الالكترونات يحصل عمليه اكسده، عامل مختزل، اكتساب الالكترونات، عمليه اختزال، عامل مؤكسد. طيب تعالى بقى ايه بقى خلي بالك عشان الصعب جاي. الاكسده والاختزال الالكتروني، الافكار بتاعتنا 4 افكار. 4 افكار. بص معايا كده، 4 افكار مهمه اعلمك تحل اي سؤال على الاكسده والاختزال مهما حصل. ركز، هعلمك تحل اي سؤال على الاكسده والاختزال مهما كان صعب. مفيش صعب معانا اصلا، انت طالب لمستر محمد محمود، مفيش صعب. مع العزب مفيش صعب ان شاء الله. ركز معايا كده. ايه الافكار بتاعتنا؟ قال لي لو اعطى عنصر وطلب اللي حصل. ايه؟ افهم مني كده. يعني مثلا قال لي ان 11 وقال لي سي ال 17. وزع 2 8 1. ده نوع ايه؟ نوع فلز. ثانية واحدة كده، الفلزات اخرها كام؟ ثانية واحدة كده، الفلزات اخرها كام؟ يا 1 يا 2 يا 3. حلو. الفلز بيفقد ولا يكتسب؟ في اولى اعدادي خدناه بيفقد عشان دي معادله ايونيه. ايوه، اذا العنصر ده فلز، يعني هيعمل ايه؟ يعني يفقد. طب قلت لك اللي يفقد يعمل ايه؟ يحصل له ايه؟ اكسده. يبقى عامل ايه؟ مختزل. يبقى واحده واحده امشي معايا خطوه خطوه. لو وزعت العنصر لقيت اخره 1 2 3 يبقى نوعه فلز. يحصل له هيعمل له ايه؟ هيحصل له يفقد الكترونات، يحصل له عمليه اكسده، عامل مختزل. يبقى قبل ما نفكر، قبل ما نغير اي حاجه، اول ما تلاقي العنصر اخره 1 و 2 3 ونوين يبقى ده فلز، هيفقد الالكترونات، يحصل له اكسده وهو عامل مختزل. طب لو اخره 5 و6 و7، 5 و6 و7 يبقى لا فلز. طب لو لا فلز هيعمل ايه؟ يكتسب. طب لو يكتسب يحصل له ايه؟ اختزال. يبقى عامل ايه؟ عامل مؤكسد. محتاجه حاجه دي؟ تعال نقولها مره ثانيه. لو اعطى عنصر وطلب اللي حصل، ركز معايا. والله العنصر ده لو اخره 1 او 2 او 3 يبقى فلز. وزعه. ليه تاخد 1 2 3 يبقى فلز؟ الفلز بيعمل ايه؟ يفقد الكترونات، وطالما يفقد الكترونات يحصل له عمليه، ايوه، يحصل له اكسده. وطالما حصل له اكسده يبقى عامل ايه؟ عامل مختزل. روح الناحيه الثانيه، لو لقيت اخره 5 و6 و7 يبقى لا فلز. طيب لو لا فلز هيعمل ايه؟ يكتسب. طب لو يكتسب يحصل له عمليه اختزال. طب لو اختزال يبقى عامل ايه؟ عامل مؤكسد. بس خلاص. يبقى قال لك مثلا سي 20 اهو يا عم، بس كده سي 20. اوعى تغلط، سي 20. وزع. ايه مستر؟ وايه؟ 4 مستويات. 2 8 8 2. اخره كام؟ اخره 2. يبقى نوعه ايه؟ نوعه فلز، حصل له اكسده، عامل مختزل. بس خلاص. قال لك وزع اس 16. بس ثانيه واحده. ايه المشكله يا مستر؟ اس 16. ايوه ماشي، انا معاك اهو. اس 16 2 8 6. ايه ده يا مستر؟ ده لا فلز. طب اللا فلز يكتسب. طب طالما لا فلز يكتسب يحصل له عمليه اختزال. طب طالما اختزال يبقى هو عامل مؤكسد. بس خلاص. دي الفكره الاولانيه اللي هي ايه بقى؟ اعطى عنصر وطلب اللي حصل. طب الفكره الثانيه اهو، سي 17 2 8 7 ده لا فلز. ده يلا نقول مع بعض، نحلها مع بعض المساله دي. 2 8 7 نوع ايه؟ لا فلز، اختزال، مؤكسد.
دول ده اخره 2 2 8 2 وده اخره 1 2 8 1 ده 2 8 8 2 ده 2 8 1 الاثنين دول نوعهم ايه؟ فلز. يبقى يحصل لهم ايه؟ فقد الكترونات. طيب يعني عمليه ايه؟ عمليه اكسده. عامل ايه؟ عامل مختزل. تمام. الفكره الثانيه حرف الاي في المعادله، حرف الاي الكترون ده اهو اي اس سالب. لو لقيته قبل السهم، لو لقيته بعد السهم، بعد السهم حصل أكسدة، قبل السهم حصل اختزال. ليه؟ ليه حصل أكسدة هنا؟ عشان دي كانت معناها زد ان بس فقد الكترون اهو، فقدهم يعني طلعوا منه الكترونات، فقد الكترون. وطالما فقد يبقى حصل عمليه ايه؟ اكسده. يبقى حرف الاي ده لو لقيته بعد السهم حصل اكسده، قبل السهم حصل اختزال. مش فاهم؟ بص معايا كده، لو قلنا سي ال اس سالب 1 زائد الكترون سالب سهم يدينا سي ال. ادي 2 سي ال كده وادي 2 الكترون يعني. هنا سي ال 2. بص معايا كده، الايه هنا قبل السهم يبقى حصل عمليه ايه هنا؟ اختزال. يبقى تاني لو الاي بعد السهم حصل ايه؟ اكسده اهي. يعني دي عملت كده ايه؟ الزد ده حصل له ايه؟ حصل له اكسده. والسي هنا حصل له ايه؟ حصل له اختزال. يبقى حرف الاي لو بعد السهم اكسده، لو قبل السهم اختزال. بس انت بتختار مين؟ بتختار العنصر اللي قبل، ماليش دعوه انا بختار ده. يبقى الزد ان ده حصل له ايه؟ اكسده. السي ان ده حصل له ايه؟ اختزال. ما بنختارش من دول. الاكسده والاختزال المؤكسد والمختزل من قبل السهم. وصل زد ان اهي، ركز معايا كده، ادي زد ان اهي. هنا الاثنين الكترون قبل السهم ولا بعد السهم؟ بعد السهم. يبقى حصل دي حصل لها ايه؟ حصل لها اكسده وهو عامل مختزل. طيب اللي بعد كده معادله كمان، بص معايا كده اهي. الاثنين الكترون مالها هنا؟ قال لي قبل السهم، قبل السهم اهو، هي قبل السهم. يبقى حصل اللي ايه؟ دي حصل ايه؟ اختزال وهي عامل مؤكسد. يبقى الالكترون دي لو المعادله مصحوبه بالالكترون، لو الالكترون بعد السهم اكسده، لو قبل السهم اختزال. نروح مره ثانيه ونشوف. الفكره الثالثه، لو اعطى شحنات. يعني ايه اعطى شحنات؟ يعني مثلا قال لك موجب 1 موجب 2 موجب 3، امشي على خط الاعداد. افهم كويس قوي. بص معايا كده، ده خط اعداد اهو. بص معايا كده، ده خط اعداد اهو. ده صفر. بص معايا كده، ده سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. هنا 1 2 3 4 كده أكسدة، وكده اختزال. افهم كويس قوي. بص معايا كده، قال لك اي ال بقت اي ال موجب 3. ده ركز معايا كده، ده موجب 1 موجب 2 موجب 3 موجب 4 مثلا. هنا بقى كام؟ موجب 3. يبقى ده حصل له ايه؟ حصل له اكسده وهو عامل مختزل. اس اس سالب 2 بقت اس اس سالب 3. عادي. كان سالب 2 بقى سالب 3، يعني مشي كده. يبقى حصل ايه؟ اختزال. يبقى اللي عمليه ده حصل له ايه؟ مش دعوه بده، انا ليه دعوه بده؟ دايما قبل السهم. يبقى ده حصل له اختزال وهو عامل مؤكسد. يبقى لو مشي كده اختزال كده اكسده. اخر فكره عندنا في الاكسده والاختزال اللي هي لو اداك معادله زد ان زائد مثلا
CuCl2 يدينا ZnCl2 زائد Cu. بص العنصر اللي لوحده بصفر، صليت المرة كده، لو العنصر واقف لوحده كده لوحده فاضي كده بصفر، مطلق واقف مع نفسه. طب العنصر اللي متجوز الشمال موجب واليمين سالب، شايل الهم، الشمال موجب واليمين سالب، ركز معايا كده، ده لوحده في حاله بصفر، ده الشمال موجب واليمين سالب اهو، الشمال موجب واليمين سالب، ده بصفر. وصل كل عنصر بحبيبه، الزد ان بالزد ان، كان صفر بقى موجب، زاد ولا قل؟ زاد، يبقى ده حصل له اكسده وهو عامل مختزل. اللي جنبه على طول اللي جنبه على طول ما تغيرش رايك، ايوه حصل له اختزال وهو عامل مؤكسد. لو طلب السيو بس عادي قول السيو حصل له كده، لو طلب المركب كله برضه حصل له ايه؟ اختزال. يعني مثلا جه في الامتحان قال لك ايه؟ ماذا حدث لايونات النحاس؟ اهي اختزال وهي عامل مؤكسد. ماذا حدث لكلوريد النحاس كلها على بعضها؟ اختزال وهي عامل مؤكسد. عادي جدا. طب خد معادله كمان وما تنسانيش في الدعاء بالله عليك. يلا كده ادي المعادله 3 Al 2 Al زائد 6 HCl سهم يدينا 2 Al Cl3 زائد 3 H2. واحده واحده كده، ربنا يرحمنا جميعا يا رب. ده وحده بصفر، ده كده مركب الشمال موجب واليمين سالب، ده مركب الشمال موجب واليمين سالب، ده بصفر. وصل كل عنصر بحبيبه. ايوه الاي ال يا مستر مع الاي ال اهو كان صفر بقى موجب، زاد ولا قل؟ زاد، يبقى ده حصل له ايوه اكسده وهو عامل مختزل. يبقى اللي جنبه على طول حصل له ايه؟ كلهم حصل لهم اختزال وهو عامل مؤكسد. طب لو طلب الاتش بس حصل له اختزال وهو عامل مؤكسد برضه هي. يبقى اذا يا شباب دي المعادله، دي الافكار، عندنا 4 افكار خلي بالك منهم. طيب علل الاكسده والاختزال عمليتان متلازمتان. الماده التي تفقد الكترون تكتسب الماده الاخرى. بص القلم اهو ركز معايا، القلم في ايد اليمين، الايد الشمال خدته، يبقى في اللحظه اللي اتنزع اللي راح من ايد اليمين لايد الشمال دي قلت وده زاد. بص معايا كده، تعالى قرب مني، قرب القلم اهو، انتش القلم، انتش اهو. ايه اللي حصل؟ انت خدت القلم وانا ايه؟ وانا فقدته، يبقى انا حصل لي اختزال وانت حصل لك اكسده. يبقى الاكسده والاختزال عمليتين متلازمتان، لان الماده التي تفقد اكسجين تكتسب الماده الاخرى، بس خلاص. او الماده التي تفقد الالكترون تكتسب الماده الاخرى، هي بس. دول طوري خالص كده. شباب يبقى انهينا الجزء الاخير من الدرس الاول. استنوني هنحل مع بعض اسئله كتاب الامتحان وكتاب البرهان. اشوفكم بكل خير.